في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي دلوقتي في ملايين الناس عندهم مشاكل في النوم. واحد مش عارف ينام، واحد بينام ويقوم كتير، واحد بينام وكأنه ما نامش أصلا. بس قبل ما تعرف ازاي تظبط نومك لازم تفهم ايه النوم أصلا. واحنا نايمين دماغنا مش سايباها كده وخلاص، دي في خطة محكمة اسمها دورة النوم. والخطة دي بتتكرر من 4 ل6 مرات في اليوم. مدة الدورة الواحدة ساعة ونص، وجوه كل دورة من دورات النوم في مرحلتين كبار. المرحلتين دولت هما الأساس اللي بنبني عليه النوم. النوع الأول اسمه NREM، والنوع التاني اسمه REM. دورة النوم بنبدأ بمرحلة ال NREM أو الحركة الغير سريعة للعين. المرحلة دي بنقسمها ل3 مراحل مهمين بنبدأ فيهم من إن احنا نبدأ ندخل في النوم لحد ما نوصل للنوم العميق. تحس كده ان جسمك بيبدأ ياخدك في النوم واحدة واحدة. بتبدأ في المرحلة ديت من ان انت تكون لسه داخل في النوم. في اول مرحلة بتبقى لسه حاسس من الدنيا من حواليك، وبعد كده بتبدأ واحدة واحدة تدخل في النوم الأعمق، ودي المرحلة التانية واللي ممكن نقول عليها مرحلة انتقالية. المرحلة دي بتبدأ ان هي تجهزك ان انت تدخل للمرحلة التالتة واللي هي اهم مرحلة فيهم. المرحلة التالتة ده بيبقى اعمق نقطة في النوم. المرحلة دي مهمة جدا عشان جسمك يتجدد ويشحن نفسه. لكن برضه بيحصل معظم المشاكل في المرحلة دي زي التبول الليلي، المشي في أثناء النوم، أو الفزع الليلي. نيجي بقى للمرحلة التانية اللي هي ال REM أو حركة العين السريعة. وفي المرحلة دي بيحصل كل الخناقات اللي ممكن تتخيل. جسمك بيبقى مشلول تقريبا، ما تتحركش وتكسر الدنيا وانت بتحلم، بس دماغك شغالة سينما. الأحلام كلها بتحصل في المرحلة دي. والغريب ان مع تقدم الليل المرحلة دي مدتها بتزيد، يعني في اخر الليل الاحلام بتبقى اوضح واطول. طب ايه اللي ممكن يبوظ النوم بتاعك؟ العامل المهم هنا هو الاكتئاب وشرب الكحوليات. والمدة دي كلها بتمشي على دورات، كل دورة فيها بتحصل لمدة ساعة لساعة ونص. ولو وصلت للنقطة دي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، دعمكم بيفرق معانا.